النهارده هاعمل معاكم كيكة وهمية خطيرة هتجربيها مرة مش هتبطليها، والطريقة النهارده بتاعتنا ما شفتيهاش في أي حتة تاني. شايفة الجمال والحلاوة؟ بجد هاعمل لك ميكس كده من الكيكة مع الكريم كراميل خطير، ومش هنعمل نوع واحد من الكيكة، ده هنعمل نوعين. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك على الجمال والحلاوة ده. تعالي بصي الكيكة دي تستاهل منك أحلى لايك. انت لسه ما حطيتيش اللايك؟ حطي لايك عشان انت كل مرة بتنسي تحطيه. تعالي بقى نشوف الأول حاجة هنعمل بيها ايه. هنجيب الخلاط بتاعنا بكل سهولة، نحط فيه 4 بيضات وانزل عليهم ب3 أكياس من الفانيليا، وطالما بيض هنحط غطا من الخل أو معلقة كبيرة من الخل، وكمان عصير ليمونة أو نص ليمونة كبير، يعني بحوالي نص معلقة كبيرة من عصير الليمون. واخفقي كل الكلام ده في الخلاط كويس لما يدي اللون الأبيض زي ما انتي شفتي. وحطي بقى كوباية من الزيت اللي هي الكوباية ال250، ويكون زيت نوع نضيف. أخفقته كويس مع البيض، أقوم نازلة بكوباية من اللبن، ونفس الكوباية اللي عيرت بيها كل حاجة في الكيكة. تمام، وأخفقت كويس ومحضّرة كوباية وربع من السكر، نفس الكوباية اللي عايرت بيها، كوباية وربع. دي كيكة كده مضبوطة سكرها جدًا، جدًا، حابة تزوّدي براحتك بس ما تزوّديش أوي عشان الكيكة ما تبوظش منِّك. تمام، وهانزل بقى المكونات الجافة بعد ما أخفقت كويس السكر لحد ما داب في الخلاط، أحطه بقى في بولة وأنزل عليه ب3 كوبايات من الدقيق أنخلهم مهم جدًا، وكيس من البيكنج باودر برضه بانخله، ورشة من الملح. الدقيق بانزل عليه على مرحلتين زي ما أنتِ شايفة كده عشان ما يبقاش الكيكة بتاعتي فيها أي تكتلات. باقلِّب مقادير مضبوطة 100%، وخدي كيكة هتدعي لي دعوة حلوة منِّك. تعالي بقى قلِّبت كده، هاتي بقى صينية وشوفي الأفكار الجديدة الجهنمية الخطيرة دي. ماشي، بجد حلوة جدًا. هاتي بقى معلقة سمنة بلدي، وابدئي ادهني الصينية بتاعتِك بمعلقة سمنة بلدي. طيب ما عنديش سمنة يا شيماء، حطي ادهنيها بزيت، وتحطي بقى رشّيها كده رشة دقيق، يعني عفّريها زي ما بيقولوا بالدقيق. بس تعفيرة خفيفة كده، بس السمنة بتغنيكِ عن الدقيق خالص. هاتي بقى الكوبايات اللي هي الكرتون دي كده بتاعة الآيس كريم أو بتاعة القهوة، لو عندِك كوباية القهوة أو هتشتري كوباية القهوة هتبقى أحلى وأحلى. هتزوّدي كمية الدواير اللي فيها وهتبقى الكيكة حلوة جدًا، لكن أنا كان عندي دي بصراحة وقُلت مش هاشتري. هاحط بقى في الكوبايات دي بعد ما دهنتها برضه بالسمنة الكيكة البيضا، وحطيت عليها كده فوقيها شوكولاتة شيبس، أو حطي أي حاجة أنتِ حاباها. وبقية الخليط جبت حطيت عليه 3 معالق كبار من الكاكاو. تمام، الكاكاو الخام، وزوّدت حوالي أقل من ربع كوباية اللبن، وقلّبتهم كويس جدًا. وهاتي بقى الصينية بعد ما رصيتِ الكوبايات بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، ابدئي انزلي بخليط الكيكة وبالراحة كده عشان ما يخشش على الكوبايات أو حاجة إيه تتبهدل منِّك. نزّلي كل الخليط، طبعًا مشغّلة الفرن قبل ما ابتدي في الكيكة، باكون مولعة الفرن بتاعي. دخّلتها على الرف الوسطاني، قعدت حوالي 30 دقيقة. اختبرتها زي ما أنتم شايفين من النُص كده مفتوحة أهي بخلة شيش، لقيتها طلعت معايا نضيفة، طلّعت الكيكة سِبتها تهدى خالص. وبعد كده نحضّر بقى الحشوة اللي هنعملها لمّا نشيل مكان الكوبايات الخطيرة دي. هنحط بقى لتر من اللبن اللي هم بما يعادل 4 كوبايات من اللبن. تمام، اللي هي نفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها، وعليهم كيسين من الكريم كراميل، و4 معالق كبار من السكر، بما يعادل كل كوباية حطي لها معلقة سكر، معالق كبيرة. وقلبيهم كويس جدًا الكريم كراميل مع اللبن، وحطيهم على النار لحد ما يغلوا. يغلوا قومي قافلة البوتاجاز على طول عليه. تعالي بقى بُصي باشيل الكيكة والّا جمال الكيكة دي هتدمنيها، هتجربي الوصفة دي هتعتمديها في الكيكة على طول، سواء عملتيها بالكريم كراميل أو ما عملتيهاش بالكريم كراميل. حلوة جدًا، واستغلينا كمية الكيكة كلّها، وكمان هنعملها بالكريم كراميل حاجة كده مشرفة جدًا لو جاي لِك ضيوف تقدّمي القطعة. بس طبعًا بقى إيه، اعمليها بكوباية القهوة الصغيرة دي عشان الدواير تبقى إيه، كتيرة وتقطع معاكِ قطع كبيرة. حطيت بقى الكريم كراميل بتاعنا وسِبتها لمّا بردت تمامًا، ورُحت دخّلتها التلاجة. أنا مش عارفة النهارده مالي عمّالة باقطّع في الكلام ليه. تمام، المذاكرة بقى وآثار المذاكرة. تعالي المهم عندنا إيه، بعد ما حطيتها في التلاجة وجمدت وبردت وبقت حلوة أوي، تعالي بقى إيه، هاقوم حاطة بقى الكراميل اللي هو بيبقى الأكياس اللي مع كريم الكراميل. وقطّعي بقى. أتمنى الفيديو النهارده عجبِك لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. تعليق حلو منكم لإني باحب أقرا تعليقاتكم، واوعي تنسي اللايك لو وصلتِ معايا لغاية دلوقتي. طلّعيها بقى من الصينية ولا لازقة ولا أي حاجة، وبتطلع معاكِ بكل سهولة زي ما أنتِ شايفة الصينية. بجد حلوة جدًا. أنا عاملة مقاس القالب اللي هو ال35، حلوة جدًا، جدًا، طعمها يا جماعة وهمية فوق الوصف. هاسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.